بيان إلى الرأي العام باسم مؤتمر ستار في مدينة الشدادي. ندين ونستنكر عن قتل النساء بشكل عام وعن الحادثة المؤلمة التي وقعت في جندريس، حيث فقدت شيرين أوسو حياتها نتيجة جريمة قتل مروعة ارتكبها زوجها الذي تزوجها وهي قاصر. إن هذه الحادثة ليست حدثا فرديا، بل هي انعكاس لواقع مؤلم يتمثل في استمرار ظاهرة زواج القاصرات والعنف المستشري ضد النساء في مجتمعنا. نحن في مؤتمر ستار نرفض بكل قوة كافة أشكال العنف التي تستهدف النساء، ونؤمن بأن زواج القاصرات هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والأخلاق، ويشكل جريمة في حقوق الطفولة والكرامة الإنسانية. إن قتل النساء وإنهاء حياتهن بهذه الطريقة الجائرة هو أمر مرفوض ومدان بكل ما للكلمة من معنى. ندعو جميع الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الممارسات الظالمة، والعمل على حماية النساء والأطفال وتأمين بيئة آمنة تحترم حقوقهم وكرامتهم. كما نؤكد بأن العنف ضد المرأة مهما كان سببه لا يمكن تبريره أو تقبله، وعلينا جميعا أن نعمل يدا واحدة لتعزيز حقوق المرأة ووقف هذه الجرائم بحقهن. ونؤكد كحركة مرأة التزامنا الكامل بمناهضة العنف بجميع أشكاله والدفاع عن حقوق المرأة والعمل على التوعية والتثقيف لمنع تفشي مثل هذه الظواهر. معا من أجل مجتمع يسوده السلام والعدل والمساواة، اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة.